عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بقالنا كتير مسجلناش فيديوهات النهاردة وجايبه لكم. دي ما عملناهاش، انا فكرت كده ان انا ما عملتهاش على اي قناة من عندي، فقلت النهاردة اعملها وانزلها لكم. دي كيكة قدرة قادر او كيكة الكراميل. كيكة تحفة جدا في الصيف كده، حاجة منعشة وساقعة، تتاكل ساقعة من التلاجة، بتبقى جميلة جدا. هنعملها بأبسط المكونات وبأسهل طريقة، وإن شاء الله هتعجبكم. الكيكة دي يعني أنا عملتها كتير، وكل ما أجي أعملها صراحة ربنا ما يوفقش إن أنا أصورها معاكم. فكنت بقالي كذا سنة كده ما عملتهاش، فيعني استهواني الموضوع إن أنا النهاردة أعملها وأصورها معاكم. ما تيجوا يلا نخش على الفيديو ونقول عملنا إيه واحتاجنا إيه. النهاردة احنا هنعمل الكراميل الجاهز. بوريكم، بصوا هي ناعمة انسيابية جدا، طرية، بجد والله العظيم طعمها تحفة جدا. خليكي ماشية بالمقادير اللي انا هقولها لك، هتعجبك جدا. اول حاجة هنجيب معانا اي وok كده نحطه على النار، هنحط فيه كوباية سكر، مش هنقلب ولا نيجي جنبه لحد ما يبتدي السكر يسيح كده من الاطراف. هنبتدي بس نقلب. يعني انا هنا مسرعة طبعا الفيديو، هو مسحش بسرعة كده ولا حاجة زي ما انتوا عارفين، بس طبعا هنا يعني انا بسرع الفيديو وبقفل الكاميرا لحد ما يعني علشان الفيديو بتاعنا ما يطولش عليكم. هنا سيحت كوباية السكر اهيت، وبعد ما ساحت خالص جبت ربع كوباية مية مغلية وضفتها عليها، ورجعت رفعتها على النار تاني. فأثناء ما أنا بطش كده بتوطي النار شوية علشان ما يحصلش أي فوران. وأول ما تاخد غلوة تاني، عندي هنا الصينية بتاعتي دي دهناها دهنة بسيطة خالص بالزيت، يعني دهنوها دهنة بسيطة قوي قوي. أنا هنا ممكن يكون الزيت زاد مني شوية. هنا أنا جبت 3 كوبايات لبن، حطيتهم في حاجة على النار قبل ما أولع كده، وحطيت ظرفين الكريم كراميل بحالهم، حطيت معلقتين لبن بودر، حطيت معلقتين كريم شانتيه. يعني انت ممكن تستغني عن الكريم شانتيه وممكن تستغني عن اللبن البودر لو ما عندكيش. انا كنت بعملها الاول من غير الحاجات دي، كانت برضو بتبقى النتيجة تحفة جدا. لو عندك الحاجات حطيها، بتدي غناوة للكريم شانتيه للكريم كراميل. هنا انا حطيت كوباية ونص دقيق، عليهم نص كوباية كاكاو، عليهم معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر، عليهم رشة ملح. وهنا جبت بيضتين حطيت عليهم كوباية سكر، وحطيت عليهم معلقة خل، وهنحط شوية فانيليا، وهنضرب السكر كده لحد ما يدوب مع البيض. تمام كده. وبعد كده بضيف كوباية زيت. طبعا الكريم كراميل انا استنيته اول ما سخن كويس وغلي، حطيته في الصينية اللي انا كنت حاطة فيها الكراميل اللي مكرملاه. تمام. هنا بقى حطيت الفانيليا السايلة او فانيليا باودر اللي يعجبك، ومعايا برضو كوباية الا ربع لبن. وهنضرب كل المكونات دي كده مع بعضها، وبعد كده هنزل بالمواد الجافة اللي هي زي ما قلنا كوباية ونص دقيق، على نص كوباية كاكاو، على معلقة قهوة سريعة الذوبان، على معلقة كبيرة بيكنج باودر، على رشة الملح، على معلقة الخل. كل ده معانا، والمقادير طلعت مظبوطة على الشعرة في منتهى الجمال. انت عندك المقادير زادت شوية، السوائل زادت شوية، هتحطي معلقة دقيق. عندك لقيتيها تخينة شوية، هتزودي معلقتين لبن. طبعا احنا كلنا عارفين التركات دي. هنا انا جبت اهوت الصينية اللي فيها الكريم كراميل، وصبيت الكيك بتاعي. وطبعا الفرن هنا انا ولعته، وجبت صينية ألمونيا تانية اكبر منها علشان انا هنزل فيها بمية مغلية. بس هنا طبعا انا خايفة على الألمونيا بتاعتي عشان ما تسودش، حطيت شوية خل، وبعد كده نزلت بالمية المغلية. وبعد كده هدخلها الفرن، هتقعد حوالي ساعة، ساعة وعشر دقايق، ساعة بالظبط، على حسب كل واحد والفرن بتاعته. وبعد ما طلعت من الفرن انا دخلتها التلاجة، قعدت حوالي 5 6 ساعات. وبعد كده طلعتها، حطيتها برضو على حمام ماء ساخن، وقلبتها، وكانت النتيجة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، كانت روعة جدا وجميلة جدا جدا جدا. الكيكة خيال، والكراميل في منتهى الجمال. هنا بقى انا عايزة اقول لك حاجة، لو طبقت هنا الكريم كراميل رفيعة
وانتي متعودة تعمليها يعني تبقى اعلى من كده، تقريبا المقدار ده كان يعني قليل على الصينية، كانت كبيرة، فلو اتحطت في صينية أصغر هتبصي هتلاقي الكريم كراميل طالع الكثافة بتاعته أعلى شوية. بس برضو هنا بجد كان مناسب جدا. يعني أنا أصلا عندي الولاد يعني ما بيستهوش قوي الحاجات اللي هي الكريم كراميل والجيلي والكلام ده، فدي كانت طبقة بالنسبة لنا خفيفة كده، حاجة يعني حلواني كده، يعني مش هتبان قوي ولا هتبقى بالطريقة اللي هم ايه هيجزعوا منها. فكل واحد ويعني واللي بيحبه. فانا بقولك لو انت عايزة طبقة الكريم كراميل تبقى كثيفة عن كده، حطيها في صينية اصغر، كريم كراميل هتعلى، وبالتالي برضو الكيكة هتبقى اعلى من كده. تمام. بس انا شايفة كده هي مظبوطة جدا وجميلة. يلا جربوها بنفس المقادير دي، ولا تزودوا حاجة ولا تنقصوا حاجة. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات.